انا دايما في الصيف يا جماعه بحب الجا للاكلات اللي بتخلص في اقل وقت ممكن، ويا سلام بقى لو نقدر نخزنها ونطلعها على السوا على طول. المهم انا فرمت شويه من صدور الفراخ وبعد كده نزلت عليها بخلطه هكتب لكم كل تفاصيلها تحت الفيديو، معاهم كمان شويه توابل حلوه كده هكتبها لكم برده تحت الفيديو. وبعدين ابتديت ان انا اقلب الكلام ده كله مع بعض، واهم حاجه طبعا مش عايزين ننسى رشه الملح بتاعتنا. وبعدين بقى يا جماعه سبتها على جنب حوالي نص ساعه، وانا كان عندي عيش بلدي فابتديت ان انا افتحه نص فتحه كده، وبعدين حشيت بالفراخ وطبعا شلت كميه في الفريزر عشان اطلعها على التسويه على طول. وطبعا باقي الحواوشي ابتديت ان انا ارصصه فوق بعض كده يا جماعه، وبين كل طبقه وطبقه حطيت زيت. واهم حاجه برده في الخطوه دي ان احنا نسيبه في التلاجة شويه، وممكن كمان بدل الزيت نحط سمنه بلدي هتبقى طعمها تحفه. وطبعا عشان احنا في صيف وحر فمش هنشغل الفرن، احنا هنعمله على البوتاجاز من فوق. فجبت الطاسه وحطيت معلقه من السمنه البلدي، ولما خلاص سخنت نزلت بالحواوشي. وهو اصلا عايزه اقول لكم ان مش هياخد وقت خالص، يعني يا دوبك 5 دقايق هنا على 5 دقايق هنا، ممكن 5 دقايق كمان وده أخر. وهنا طبعا بعد ما خلصت الكميه كلها عايزه اقول لكم يا جماعه ان طعمه كان مقرمش جدا، ومش عارفه ليه حواوشي الفراخ مش واخد حقه مع انه يا جماعه حلو جدا. ويا سلام بقى لو عملنا جنبها شويه بطاطس محمره مع شويه طحينه، اظن بعدها مش هنبقى محتاجين حاجه تاني.